وأنا صبوعي دائرية بيكون ما أدري كيف شي بيكون. هو ما تحسون بألم بس إنه شي لايك تك تك تك، يعني فهمتوا؟ مش إنه ألم اللي يموت. السلام عليكم، ش حالكم؟ شو مسوين؟ فيديو اليوم بيكون تكملة لمفضلاتي سنة 2022، بس هالجزء الثاني. الفيديو اللي طاف تكلمت عن البيوتي، السكين كير، الكترونكس. اوكي الحين بتكلم عن الالكترونيات اللي حبيتها هالسنة. ما عندي وايد اشياء، بس في شيء مش الكتروني، بس هالشيء خدته من شي ان، وايد حلو حق الايباد، حق التلفون، جي تحطونه وتحطون عليه الايباد واللابتوب. ما أعرف لو عندي شيء أراويكم مثلا شي ينحط، عرفتوا؟ خلاص أشتغل عليه. صدق صدق يجنن، وسعره رخيص، أعتقد كم 10 دراهم أو 8 دراهم شي. وبعد الإلكترونيات اللي أخذتها هالسنة، كوني أنا أسوي ليزر، أسوي في العيادة وأسوي في البيت، بس هالفترة صراحة ما أتحمل إني كل شوي أسوي شيفينج، فأخذت لي أبيليتر، أعتقد شي اسمه، من براون. أنا هالشي يعني من أول ما بلغت وبدأ يطلع لي الشعر كنت أستخدم مال أمي، كان موت، وقسما بالله إنه موت، بس الحين أحس إنه عادي يعني، ولا كان في شي قاعد ينشال. بس الحلو إنه خاص شعر جسمي ما أشله مال أسبوعين شي، يعني تخيلوا لهالدرجة. وبس مشكلته إنه يطول، يعني كم أقولكم، يعني عشان ايد وحدة ياخذ معي 10 دقايق، يعني وايد بطيء، عرفتوا؟ مع انه يعني احطه اعلى سرعة. هو ما تحسون بألم بس انه شي لايك تك تك تك، يعني فهمتوا؟ مش انه ألم اللي يموت، عادي انا اتحمله، مع اني يوم كنت صغيرة ما كنت اتحمله ابدا. فهذا عجيب، ما اذكر بكم خذته، بس خذته من امازون. بس مشكلته انه يشتغل بالكهرباء، يعني لازم يكون يعني الواير شابك بالكهرباء، ما يشتغل شي بروحه. فهالشي اللي ما حبيته فيه. هالجهاز اللي هو عبارة عن شارج الساعة، وشارج الايربودز، وشارج التلفون، وشارج السامسونج، وشارج اللي هو ما أعرف شو يسمونه، حق الشارجات اللي تحتاج هالواير. المهم هالجهاز اشتريته من امازون، هالعدة يعني اشتريتها من امازون، لكم فيديو بعد عنه، وهني بعد في زيادة USB لو تبون تشارجون. الشي هذا وايد حلو، خذته من امازون، بس مشكلته انه ياخذ وقت لين يتشرج. فلو في براند ثاني افضل بليز اكتبوا لي في الكومنتس عشان اخذه، لان هذا وايد عاجبني بس ياخذ وقت. شي يعني ماغنت، عرفتوا؟ شي تشارج. بالنسبة للأكل هالسنة ما حسيت إنه في شيء إنه واو حبيته غير بوبا تي، يعني تعلمت على هالشي وحسيت إني إدمان، بس ما عندي الحين عشان أراويكم. بس الشيء الثاني اللي هو هالبسكوت، هالبسكوت من بلفيتا كليجة، يعني بطعم الكليجة، نكهة الهيل، لا هو صح هيك كليجة بطعم طعم إدمان. شي شكله من الداخل وايد حلو كسناك، عجيب عجيب عجيب، بس ما أعرف كم كالوريز فيه تصدقون. يعني القطعتين، لا والله القطعة فيها 150 كالوري، وايد اوكي، بس صدق لذيذ حلو حتى اليهال يحبونه. زين، والشي الثاني اللي هو هالشوكلت من لندت، اعتقد شي قلت اسمه، عجيب. انا هذا مرة جربته في اوروبا، وخلاص يعني قعدت فترة طويلة ادور عليه في الامارات ما حصلته. هالبراند موجود عندنا وكل النكهات موجودة ما عدا هذا اللي هو ستروبري اند كريم. فرحت رحت محل اسمه عرب سويتس في ابو ظبي، وعندهم كل الحلويات المستوردة، ولقيت هذا خذته وخلاص، يعني ارتحت انه موجود هني في الامارات. بس مشكلته انه وايت شوكلت، انا ما احب وايت شوكلت، احب الشوكلت العادي او الدارك شوكلت، بس هذا وايد حلو يعني صراحة، انصحكم تجربونه لو موجود عندكم. اسمه ستروبري اند كريم. بس هل من ناحية الاكل صراحة ما عندي وايد، بس الاشياء اللي حبيتها هالسنة هالشنطة، هالباوتش خذته من شي ان، حلو بس يعني صغير شي من داخل. وايد حبيته حق الطلعات السريعة اللي ما احتاج اخذ فيها وايد اشياء غير تلفوني والبوك
وأرواج شي يعني وايد حلو تنلبس. بحط لكم اللينك فوق اللي يوم تكلمت عنه ومشترياتي من شيئا. الشنطة الثانية اللي حبيتها اللي هي هاي الشنطة، شنطة النادي، أخذتها من شيئا، وايد حلوة، سويت ريفيو كامل عنها في قناتي، بحط لكم اللينك. وايد حلوة الشنطة. اوكي، والشي الأخير تكرمون النعول. هالسنة ما عندي صراحة نعال شي مفضل غير هالكعب. تكرمون يعني، سوري اني حطيته فوقكم، بس هالكعب عندي تقريبا منه كم 3-4 ألوان، بس مشكلتهم انه يختربون بسرعة، يعني هالجلو ينفتح. بس شوفوا هالإصدار الجديد للنعال انه يكون دائري من قدام، بس القبلي كان عادي مربع. حتى الديزاين هني غيروا. هالنعال براند إماراتي، تشيك أو تشيك أو شيك شي شي. وايد حلو، بس تخيلوا يوم بعد ما عقيت كل الكعوب وكل الألوان، قلت لهم إن كل شي حلو بس مشكلته إن الجلو مالكم يفتح. قال لي ليش رميتي؟ نحن نسوي يعني ريبير نعدله. قلت له لا والله بعد ما رميتهم. المهم إن انقهرت وايد، بس هالنعل وايد حلو، يعني حتى الكعب ماله شوفوا كيف قصير، وبعد أنا ريولي من قدام يعني الأصابع دائرية، فاللي تعلمته من هالشوز إنه لازم كل النعول اللي أشتريها لازم تكون دائرية عشان ما يكون شكله غبي علي، عرفتوا؟ لو أخذت مربع وأنا أضاف لي دائرية وأنا صبوعي دائرية بيكون ما أدري كيف شي بيكون. المهم خلص الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتوا. لو عجبكم سووا لي لايك وكومنت، وأشوفكم إن شاء الله على خير وبفيديو ثاني. مع السلامة.